البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. وبلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. وناسها نخوة وظرافة، ناسها نخوة وظرافة وكرمهم شايع معروف. شحال يا بلادي. السلام عليكم ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم في قناتنا. مريم وياسمين، اليوم احنا عارضين على صاحبتنا وشريكتنا في القناة، تونسية عزيزة غالية، بغينا نفرحوا بها وبغينا نكبروا بها كيف احنا كاع المغاربة معروفين. عز علينا الضيف كنكبروا به وكنفرحوا به. الورا اليوم قلنا نديروا لها فطور مغربي اصيل على حقه وطريقه. ما غنعرفوكمش عليها دابا، غنخليوها هي تجي وتعرفكم على راسها، هي تقول سميتها، هي كل شيء. مهم ما تمشيوش بعيد ويلا معايا الكوزينه، يديا بيديكم ونوجدوا لها فطور. دابا واجده باش نستقبل الضيفه ديالي اللي ما بقى ليها والو توصل. خليكم معنا. مرحبا بكم معنا من جديد. الضيفه ديالي ها هي وصلت، لاله لمياء اللي جات من تونس لايطاليا. مرحبا بها في ايطاليا ومرحبا بها في داري. نتمنى ما تكونش اخر العراضات، باقي عراضات ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وحنا من العادات ديالنا والتقاليد في المغرب ان الضيف ملي كيجي كنقدموا ليه التمر والحليب. مرحبا. عايشك. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. الله 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 يا مولانا، الله 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 رحمنا بالله، الله 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 يا مولانا. جبها هي اول مره غتجرب التقاليد ديال المغرب، اول مره غتجرب الفطور ديال المغرب كيفاش داير. نتمنوا انه يعجبها ويكون عند حسن الظن ديالها ان شاء الله. يا رب صل على محمد وعلى. مرحبا والف مرحبا. يعيشك. هذه ضيافه ملكيه، هذه بالصحة مش صاحبه صاحبتها، هذه ضيافه تبارك الله. احنا والله يعطيك الصحه. والله احنا عندنا في المغرب الضيف ملي كيجي كنكرموه. يعيشك يا مريم. هذه معروفه عندنا. والله يعطيك الصحه، بالحق ضيافه ملكيه. بالصحه تستاهلي احسن. يعيشك. عايشك دابا ربي يعزك. نشربوا اتاي بالنعناع، الشاي الاخضر.
احنا عنا التاي الاحمر. احنا عندنا الشاي الاخضر. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا علي وصحبه الكرام. الله 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 يا مولانا. الله 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 رحمنا بالله. الله أعز الناس اللي لقيتها في الغربة، واللي أول واحدة تعرفت عليها في الغربة، الحمد لله. واللي عاونتني وقاعدة أنكر تعاون فيا الحمد لله. مع وليداتي وولادها يتعاونوا في اللغة. هي زادت تعلم فيا في اللغة، وصدقوني فرحانة بيها برشا. الحمد لله. ويمكن نشتر الغربة نستفيد فيها الحمد لله. باللمة متاعنا الحمد لله. والله يعطيك الحمد لله. الصحة الحمد لله. وانا شوف، فرحانة أنا بيك في حياتي كنشوفو- برشا الحمد الحقيقة. لله. انا كنشوفوا هذا واجب، يعني واجب على اي واحد دوز الغربه وحس بها وعرفها. كيف يشوف واحد جاي جديد ما عارفش، لازم توقف معاه، لازم توريه، لازم تمد ليه يد المساعده. وبزاف من اللي كيكونوا الوليدات الصغار يعني كيلقاو مشكل في اللغه، كيفاش يتواصلوا مع الناس، كيفاش يعني ملي كتوقف معاهم وكتعاونهم كينساو ريوسهم على انهم في الغربه. صحيح. شوف، ماشي مشكل اننا ما بعد الخطات كتجينا صعيبه باش نفهموا بعضياتنا في بعض الكلمات، ولكن نتواصلوا اليوم غدا اليوم غدا لقيت راسي كنفهمها وكتفهمها. والله صدقني انا الاولاد في الدار ولاو يحكيو مغربي تونسي طلياني يعني تلموا اللغات مع بعضهم. والله تلموا حاجه تفرح، حاجه انه هما قاعدين يقبلوا في كل شيء وفرحانين الحقيقه. الحمد لله. والحمد لله. واللي تعمل فيه انت معانا مش الناس الكل. الحمد لله. كاينه واحد الفئه كثير الحقيقة. كديروا. صحيح. كاينة انت فئة هيك كبيرة. تعرف معناها اول ما ريتني ديما ماني انا ناس صغار وحدي وكل شيء. الحمد لله. ويمكن معني لنا الغربة صعيبة شوية. صعيبه ولكن مع الوقت تولي فيها صعيبه. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا علي وصحبه الكرام. الله الله الله. أكثر حاجة فرحانة بها هي القراية بتاع الصغار. غاديين مزيان، ماشيين مزيان وما توقعتش انهم باش يمشيو المهم احسن من اللي توقعتي، احسن بالطبيعة. الحمد لله. حتى كيف نسأل تقول لي ما انت علمتني كيفاش نقولها ايو سونو لا ماما دي يوسف ولا ايو سونو لا ماما دعلي كومي فالي سي كومي هذا فالي الموضوع هذا كانت كتبغي تمشي تسول على ولدها في المدرسه، كانت كتلقى صعوبه شويه، ولكن بالمساعده ديالي ولات عارفه بعض الجمل. حنا دابا عدينا مرحله الكلمات، دابا ولات كتقدر تركب جمله، وسيغتو هي عندها الفرنسي تبارك الله عليها وما شاء الله عليها رائعه في الفرنسي. كتعاون ليا ولادي بزاف في اللغه الفرنسيه، بحكم اني انا ملي خديت اللغه الايطاليه تعلمتها. بزاف ديال الحوايج في اللغه الفرنسيه نسيتهم حيت ما بقيتش كنهضر بها تقريبا 15 عام هادي. لقيتها هي يعني كدير معاهم دروس. بنتي ياسمين اللي شفتو معايا في البدايه ديال مش الفيديو اكثر من اللي انت تعمل فيه معايا يا مريم. واخا يعني واحد الجانب ثقيل ديال اللغه الفرنسيه عاونتني فيه. كيف قلنا بنتي ياسمين كانت عندها شويه نقط نقصين في الفرنسي، ماشي داك المستوى اللي انا باغيه واللي هي باغيه، ولكن دارت معاها دروس عاوناتها، وقفت معاها في اللغه الفرنسيه، علمتها كيفاش كيتنطقوا. شو واخا في المدرسه كاينه مساعده ولكن ماشي بحال الدار. ولات كتجيب نقط عاليه تبارك الله عليها، ديما كتجيب ممتاز. لا هي تبارك الله عليها زاده ديما كتجيب ممتاز. الحقيقه حتى وين نشوف فيها تبارك الله عليها الحمد لله. والله فاهمه. وهو علاش هما يلقاو صعوبه لهنا في الفرنسي؟ خاطر الطاليين ونطقوا الفرنسي مش ماشي كيف صحيح. الناس اللي عايشين في ايطاليا يكتبوا لينا ويقولوا لنا يعني كيفاش كتجيهم اللغه الفرنسيه لولادهم اللي كيبداو يقراوها. بحال دابا حنا
في اللغه الطليانيه يضيعوا شويه، كي يركز في الفرنسي يضيع الطليان، كيضيعها، هذاك هو وكي المشكل. يركز في الطليان يضيع يضيع الفرنسي. صحيت. هو ما اللي كاينش واحد صار التوازن توازن ما صحيت. كاينش خاطر ماهوش نفس نفس النطق. يولي طفل ويدخل بعضه. حتى انا شفت صغاري هيك معناها بين الفرنسي وبين الطليان مرات يجاوبك وهو مش لما يقعد يخمم اسك هذه الطليانيه فرنساويه. هذا هو المشكل. تبارك الله لمياء عندها 2 وليدات غزالين ما شاء الله يعيشك، عليهم. وانت زاد وليداتك تبارك الله عليهم، وربي يفضلهم، ووليداتها ياسر حلوين، بارك الله ياسر فيك. متربين وياسر مزيانين، وان شاء الله انتم توضحكم عليهم، مش انا نقول الكلام هذا. تعرفوها ياسمين تعدات من الاول وهي تحضر في تبارك الله عليها رزينه وعاقله، وان شاء الله تعرفوهم الكل ان شاء الله بشويه. مش احنا باش نحكموا انتم تحكموا. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله في نهايه الامر ديما واحد يقول الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله القاعبة باهين، الحمد لله لقيت شكون يقف معايا، الحمد لله. نعمه من عند ربي، الحمد لله. راهو مش سهل بركه، ماشي غلقت اللي يوقف معاه، حتى انا لقيت اللي ونسني. كملنا بعضنا. حتى انا لقيت اللي ونسني. لقيت اللي شوف عندي صديقات كيتحسبوا على رؤوس الاصابع ياك. لمياء ضفتها ليهم، لمياء زادتهم حلاوه، زادتهم بزاف ديال الحوايج. كيف قلت لك لقيت اللي دق الباب يسول، لقيت اللي تسناني الصباح ملي كنكونوا غاديين كنديو الوليدات. والفكره ديال القناه، انا عندي فكره وهي عندها فكره. ملي جلسنا مع بعضياتنا ولقينا راسنا اننا متفاهمين ومتقاربين في بزاف ديال الحوايج، يعني اقترحنا على بعضياتنا علاش اللي ما انت قناه وانا قناه، علاش اللي ما نديروش قناه واحده. يقدر تونسيه ومغربيه يكونوا صحابات، تونسيه وجزائريه يكونوا صحابات، مغربيه وجزائريه يكونوا صحابات. كيف ما كان الحال حنا كيف كيقولوا خوتنا الجزائريين حنا خاوه، يعني حنا بزاف هنا في الغربه كنحسوا بها. كيف كتكوني خارجه وكتسمعي شي حد كيهضر بالعربيه، قلبك كتحسي به احساس مش عادي. تحسك القلب ديالك كتحسي به صحيتي. راهو بالحق في تونس نقول لكم حاجه، مش كيما اللي في تونس وكيما اللي تغرب. انا كان راجل يقول لي وانا في البطو وكيف نبدا ندخل تراب تونس، حس احساس اخر كي نهبط نشم ريحه تراب تونس. يعني كل واحد بلاده راه عزيز عليه بزاف، وكل واحد يسمع اللغه وهو في بلاد غربه تشدو، وفي ساعه يبدا يلوج تونسي يعني حتى ما تعرفوش تونسي. ماشي شوفي ماشي حتى تونسي ولا غنقول لك مغربي، كيف ما كان عربي. اي واحد كتسمعيه كيدوي باللغه العربيه قلبك كيتحل. صحيت تبدا تلوج عليه. يعني هذا الشيء هذا هو الاحساس. وبزاف تاع الناس راه متغربين وكيحسوا به، لا هنا في ايطاليا لا في فرنسا لا اسبانيا لا المانيا. بزاف ديال الناس يعني كيف كتلقاي مع شي حد اللي من البلاد ديالك ولا عربي، كتحسي بالسعاده. صحيح، كيتزاد عندك هرمون السعاده. صحيح. واهم حاجه راه في الصحبه، صحيح الاصحاب برشا وموجودين لكن ولات قليله في هذا الزمان. شوف لا هما برشا، لكن القلب الباهي والنيه الصافيه والصدق سيرتو هذوما اهم حاجه. وانا نقول ان شاء الله يا ربي انا لقيتهم في مريم الحمد لله، وانا لقيتهم في لمياء الحمد لله الحمد لله. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ما فماش علاش، انا ديما نقول ما فماش علاش باش تكون فما حاجه خايبه. ديما نتفائلوا للحاجه الباهيه، خاطر ما كاينش علاش نكذبوا على بعضياتنا. صحيتي. وما كاين لاش ننافقوا بعضياتنا. انا بغيتك ارتحيت لك، صحيت. ما بغيتكش من الديبار. ماشي نخلي بنادم حتى يعني نطولوا العلاقه وتولي صاحبه ونولف عليك وتولفي عليا. بالعكس كنحطوا النقاط من الاول. يعني احنا في علاقتنا شنو درنا في الاول؟ فما راحه يعني نفسيه اللي كان نقوله. انا جات عندي لمياء درت شي تصرف ما عجبهاش، تقولوا لي ديك الساعه. ما كاين لاش تمشي تقولوا على برا ولا تخبيه في قلبها ونشوف المعامله تغيرت. يعني فما صدق بالنسبه لي حتى انا
فما صدق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. الحمد لله. ان شاء الله يا ربي يوفقنا ربي في ولاداتنا، امين في غربتنا، امين. يخفف علينا يا ربي، والحمد لله الحمد لله. مريم فاجأتيني والله، ضيافة ملكية كما قلت، وبالحق الصحة. نقول فيها من قلبي. صح. عندكم حسن الضيافة وحسن الاستقبال وتبارك الله، معناها بالصحة والراحة. احنا نقولوا عندك نفس في الطيب، خاطر تبارك الله كل حاجة انا نذوقها تعجبك. تعجبنا وخير من الاخرى. الحمد لله عجبها الفطور. والله يعطيك الصحة. عجبها الفطور. في حاجات نشبه بعضنا، في حاجات نشبه بعضنا في كما نقولوا في الخبز، في بزاف في التورته معناها عالمية ذيك. حتى انا اكثر حاجه ريتها في الخبز وفي في السوق نتاع البولة. حتى احنا عندنا منه النوع هذا، عندنا منه يعني مطبخكم ياسر مزيان، بالصحة واستقبالكم يعطيك الصحة ان شاء الله تستاهلي ديما عامرة، تستاهلي محسن. ويرحم والديك بارك الله ويكثر فيك. خيرك، يعني كل نهار تفاجئيني بحاجة جديدة. الحقيقة. الحمد لله والله كل نهار إحنا تفاجئني والله. الحمد لله. احنا المطبخ المغربي معروف بزاف عالميا. عندنا أطباق اللي هي يعني وصلت للطوب، وصلت للعالمية. بحال اش غنقول لك، بحال كسكسو مغربي مطول ب7 خضاري، معروف من احسن ما يكون. طاجين المغربي انا كنسميه الاكله المتكامله، يعني طاجين باللحم ولا بالدجاج ولا بلا حتى حاجه، وخضره انواع واشكال ديال الخضره، طبق متكامل كتحطيه لوليداتك، صحي زوين. ريت انت تقول توا والاسم اللي تقوله بريسك احنا عنا منه، اما مش عارفه اسك نفس المكونات ولا لا، مازلنا هذه باش نكتشفوها الحقيقه. عندكم طاجين؟ عندنا طاجين، يعني احنا نقولوا طاجين تونسي. التونسي طاجين تونسي وكسكسي تونسي، يعني الاسامي يعني احنا عندنا منهم. شنو عندكم اخر؟ عندنا بسطيله لا بسطيله عندنا جوج الانواع، بسطيله حلوه وبسطيله مالحه. حلوه كتكون بالدجاج وباللوز، وبسطيله مالحه كتكون بالحوت. رائع يعني بجوج، ما غنقولش لك كتعجبني هذه وهذه لا، بجوجهم كامله بعض. في الافراح شنو تقدموا في افراحكم؟ في الافراح ديالنا كنقدموا البسطيله، اما الحلوه ولا المالحه، ولا الا كانت الامكانيات كاين اللي كيقدمهم بجوج. الدجاج المحمر بالدغميره ديالو هو كيكون طيب رائع على حقه وطريقه. كاينه السفه، اما السفه نورمال عاديه، ولا السفه مدفونه، ولا السفه بريستيج اللي عاد ولات ديكور رائع. المهم هادشي كلشي غتكتشفيه معنا من بعد. هذوما الاسامي مش كاين عاوتاني الشوا، الحمد المشوي. عندنا اطباق غنكتشفوها ان شاء الله. ان شاء الله نكتشفوا ان شاء الله، نشوفوا انهم اللي يقربوا لبعضهم، انهم اللي يشابهوا بعضها. المغرب الا مشيتي ليه ما تسخيش تخرجي منه، زوين. حتى تقاليد حتى تونس طبيعه الحال. شوفي انا النفس والروح ديال تونس كتدور عندي في الدار. الزوج ديالي انايا عاش واحد الفتره طويله في تونس، حتى في الهضره ديالو كتحسي باللغه ديالو بين التونسيه والمغربيه. يعني انا عندك النفس التونسيه في الدار، كاينه في الدار. باهي. في المغرب اكيد عطاك فكره على تونس بطبيعه الحال. اكيد كيهضر بزاف على تونس، كيسميها بلدي الثانيه من بعد المغرب، يعني كيحب تونس كيف كيبغي المغرب. باهيه تونس الحقيقه شعبنا باهي متفتح. عنا هي غش ظروف وكهو، مي عنا حاجات روعه في تقاليدنا، في سياحتنا، في ماكلتنا، في كل شيء الحقيقه. شنو اللي خلينا نخرجوا هي ديما ظروف خدمه وظروف صحيت، لكن بلادنا ياسر تحفونا، وان شاء الله نمشيو لتونس مع بعضنا ونضيفك في تونس ان شاء الله، ونعرفك على علاش اللي ما نمشيوش للمغرب. اكيد نمشيو. اول رحله نديروها للمغرب، ديوها للمغرب، تمشي لمراكش تاكل في جامع الفنا. اكيد انا باش نهزك لتونس
ونعرفك وانت تهزني إن شاء المغرب الله. ونشوفوا إن شاء الله. هما برهم زوز دول عربيه، زوز كيف 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 كنقول انا ديما كيف صحيح. كيف. هو احنا في تونس، انا اصيله الوسط من القروان، ونعيش في الساحل، نعيش في الساحل خاطر راجلي ساحلي. تقاليدنا في القروان مش كي في الساحل، هي في نفس الدولة لكن تختلف في برشا حاجات، يختلفوا حتى في الصناعة التقليدية، حتى في برشا حاجات، ما شاء الله. فهمت. وإن شاء الله نعرفك على اليوم، وإن شاء الله كل مرة نحكيو على ان شاء بلاصة الله هيك. ان شاء الله. انا في إن شاء المغرب، الله. انا من الجنوب، تشرفوا. من مدينة تارودانت. تارودانت المدينة السياحية الغزالة، اش غنقول لكم، حلوة. مدينة أنا كنموت عليها وكنحماق عليها، مدينة زوينة، ومع الوقت نعرفك بتقاليدها إن شاء الله. بناسها، بزاف تاع الحوايج اللي أكيد فيهم. باهين مدام مريومة باهية. الحمد لله. أكيد أكيد. شوفي حنا الناس ديال، شوفي حنا المغاربة كاملين كلهم باهي، ياك؟ كلهم باهي. والناس ديال تارودانت حلوين، ماشي حيت انا منهم، ولكن نعطيك غا خلاصه عليهم. يعني الناس تاع تارودانت مضيافين، شعب مضياف بزاف، كريم، يحب الضيف. وتارودانت مدينه صغيره، واللي جا ليها ما كيسخاش يخرج منها. اللي نعرفوا عندكم قفات ياسر حلوين بزاف. احنا لبسة هذوما اللي تقليدية. نحبهم ونلبسوهم راهو برشا على فكرة. في تونس حصل لنا قفطان الشرف. والله قفطان مغربي ياسر مزيان، ويعجبنا نلبسوه في المناسبات وفي الافراح نتاعنا مزيان. الحقيقة. اكيد راه عندك لبسه. ضروري ضروري، ما كايناش شي عندنا- مغربيه ما عندنا- عندهاش القفطان هنايا. والله احنا عندنا الحقيقة لبسة، من المرة هذه انا ما جبتش، ان شاء الله نمشي تونس ونجيب لبساتنا لبساتنا. ان شاء الله. عندنا برشا لبسات مزيانين وتحفنين ان شاء الله. اما نلبسوا هذا القفطان المغربي المغربي. معروف، القفطان المغربي معروف عالميا. عالميا معروف الحقيقة. شنو بان لك نديرو هكا شي قفطان مغربي نعملو بيه تصاور؟ شنو بان لك؟ اوكي متفقين معانا؟ زعما يخرج عليا طبيعة الحال. علاش علاش اللي ما يخرجش عليك؟ نشوفوا دابا نلبسوا قولوا غنمشيو. لنا زعما خرج عليا ولا. دابا غنمشيو انا ولا رانيا نلبسوا القفطان المغربي اوكي وحكموا علينا اوكي واش جاها مزيان زعما ولا ما جاهاش. شوفوا خلي المشاهدين ديالنا هما يشوفوا. اوكي. ربي صل على محمد وعلى ساداتنا علي وصحبه الكرام. الله 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 يا مولانا، الله 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 رحمنا بالله، الله 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 يا مولانا. يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا علي وصحبه الكرام.
الخال ذهبي والحناني، تخرج روحي من كياني، اجيني يا لالا. داك السالف فين صيبو، خلى الصبيان كيشيبو، والحب قاتلنا الهيبو، غير وينه يا لالا. انا قلبي صغير والعيلة عينك كبار، يشعلوا النار كل ما تلاقاو ذوك شفار. انا قلبي صغير والعيلة عينك بالنار، يشعلوا النار كل ما تلاقاو ذوك. لبسي القفطان عاوتاني، خلخال ذهبي والحناني، تخرج روحي من كياني، اجيني يا لالا. داك السالف فين صيبو، خلى الصبيان كيشيبو، والحب قاتلنا الهيبو، غير وينه يا لالا. انا قلبي صغير والعيلة عينك كبار، يشعلوا النار كل ما تلاقاو ذوك شفار. انا قلبي صغير والعيلة عينك بالنار، يشعلوا النار كل ما تلاقاو ذوك. لبسي القفطان يا حبايبي العزاز، عاوتاني. سال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى نكونوا ضياف خفاف على قلوبكم، ونتمنى الفيديو ديالنا ديال اليوم يكون عجبكم، وعدنا لكم بزاف 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 ديال المفاجآت باقا كتسناكم، وفيديوهات ان شاء الله غيكونوا في المستوى المطلوب. الضيفه تاعتي كيف شفتوها عجبها الحال بزاف، مشات ناشطه فرحانه، عجبها حسن الضيافه ديال المغاربه، الكرم اللي معروفين به، وعجبتها اللبسه المغربيه بطبيعه الحال، اللبسه التقليديه الاصيله ديالنا. شطحنا عليها وغنينا، وخلات ليا اهم حاجه خلات ليا طاقه ايجابيه في الدار والله. تخيلوا داك الضيف اللي كيجي عندكم وحامل معاه طاقه ايجابيه في الدار، ملي كيمشي كيخليها لك. نتمنى من الله نكون قدرت نفرحها ونفرحكم معايا. عطينا صورة زوينة على المغاربة، على حسن الضيافة، على الكرم، على الأخلاق، حسن الكلام. نتمنى من الله نكون في المستوى المطلوب. آخر هذا الفيديو غنقول لكم ما تنسوناش من لي كومونتير ديالكم والاشتراك في القناة ديالنا. كيف شفتونا حنا يلاه بادين، بغيناكم تعاونونا ان شاء الله وتدعمونا. وتقولوا لي في لي كومونتير شنو الحوايج اللي عجبوكم وشنو الحوايج اللي ما عجبوكمش في هذا الفيديو، باش نصحوا الاغلاط ديالنا. شنو الحوايج اللي تبغيونا نديروهم مشتركين بيناتنا انا ولمياء. فرصة قادمة ان شاء الله، وفيديو جديد ان شاء الله، ونبغيكم بزاف. سلامة.